كان المفروض اول ما تعرف ان انت في وسط محيط ضيق تهرب فورا. كان في واحده مربيه تعبان، فراحت التعبان ده تعب، فراحت بيه للدكتور، فالدكتور اداها دواء وبص على التعبان ومش عارف ايه. لا جميل قوي التعبان ده، هو التعبان ده عنده كام شهر؟ 3. قالت له 3 ايه ده عنده 6 سنين. قال لها استحاله التعبان ده يكون عنده 6 سنين. قالت له لا التعبان ده عنده 6 سنين. قال لها استحاله. قالت له ليه بتقول استحاله؟ قال لها عشان التعبان بنعرف عمره بطوله، النوع ده بنعرف عمره بطوله، فده طوله بيقول ان عنده 3 شهور، ما يقولش ان عنده 6 سنين. فهو انت حطاه في بوكس ضيق؟ قالت له اه. فالبوكس الضيق ده ما خلاش التعبان يطول. انا عايز اقول لكم بقى ان احنا ساعات في حياتنا كده بنحط نفسنا في بوكس ضيق. البوكس الضيق ده ممكن يكون علاقاتنا بناس ضيقه، شغلنا مع ناس ضيقه، تفكيرنا في حاجات ضيقه. الحاجات دي والناس دي بتمنعنا نطول زي التعبان. لما يكون المحيط اللي حواليا ده ناس ضيقه بتمنعني اطول، لما يكون شغلي في شركه ضيقه ما عندهاش طموح بيمنعني اكبر. فانا عايز اقول لك ما تحطش نفسك ابدا 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 في وسط ناس ضيقه وتقول انا ما كبرتش. انت ما كبرتش لان انت كان المفروض اول ما تعرف ان انت في وسط محيط ضيق، انت في بوكس ضيق، تهرب فورا. فما تعملش زي التعبان واهرب فورا. اللي عجبك الكلام ده اكتب لي كومنتس هنا وهطلع لك تاني كل يوم.